اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه؟ أخباركم يا اللهم ارحم أبويا وأمي وأموات المسلمين جميعا. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا بينا نحضر الغدا مع بعض. عايزة أقول يلا نبدأ اليوم مع بعض نحضر الغدا وأوريكم شوية مشتريات. زي ما انتم شايفين أنا مش مكسوفة منكم، الدنيا تراب ورايا وقدامي. يعني أنا في شقة المقطم، عايزة أقول لكم لسه جاية امبارح بالليل. دخلت نمت عملتش اي حاجه، صحيت بس قلت نحضر الغدا كده نتغدى بيه. واحده واحده بره ولا مليانه كميه تراب، مش عايزه اقول لكم يعني. يلا نخش في الفيديو بتاعنا، يلا بينا. هنحضر الغدا مع بعض، بس تعالوا اوريكم انا جايبه شويه مشتريات بسيطه من خير زمان وانا جايه اوريها لكم. حاجات بسيطه قوي كده محتاجاها. وبعد كده ايه، عايزه اقول لكم التلاجة فاضيه والبيت فاضي وكل حاجه فاضيه. هنملى التلاجة ان شاء الله مع بعض. هنا جبت ازازه زيت عشان اقلي البانيه ان شاء الله. جبت ازازه زيت، وجبت علبه جبنه، وجبت زبادي فراوله، وجبت كمان آه جبت العلبتين دول لعمر. زي ما انتم شايفين كده، ادخل بقى الحاجه دي التلاجة ونعمل الغدا مع بعض. هنعمل الغدا ايه بقى؟ هنعمل مكرونه وبانيه، مفيش اسهل من كده. هنجيب هنا معايا هنا مكرونه، هنعمل مكرونه وهنعمل ايه بانيه. هنتبل البانيه مع بعض. هنقول بسم الله. معايا هنا نص كيلو بانيه، هنزل عليه، هنزل بفلفل اسمر وملح وبصل بودر، وبصلايه. دي صوت الغسالة عندي لما بتفصل غسيل بتدي انذار ان هي فصلت، فده الصوت بتاعها. معايا هنا بصلايه متقطعه هنزل عليها كده. معايا بيضايه، واقلب كل الكلام دون واحطها في التلاجة. هحطها كده في التلاجة تشرب من التتبيله. بصوا انا ايدي نضيفه جدا. هحط بقى النص كيلو دون يتشرب من التتبيله بتاعته. بعد كده ايه اطلعه اعمله نقليه مع بعض. هنا حطيت بقى ملح وزيت، واسيبها تغلي بقى ونسقط المكرونه.
مهما تعددت الأكلات هتفضل الأكلة الأقرب لقلبنا هي المكرونة والبانيه. مين زينا كده؟ مين بيعشق المكرونة والبانيه؟ الولاد كل عيالنا بيحبوا الأكلة دي، المكرونة والبانيه. وإحنا كمان ما نضحكش على نفسنا، بنعشق المكرونة والبانيه. تعالوا يلا اتغدوا معايا.